بصي بقى الجمال. بصي بقى الكرمله، يعني اقول ايه؟ طيب هي الصوره تتحدث عن نفسها. ومن موقعي هذا اقول لكم ان دي احلى طريقه بطاطا انا عملتها. بجد بجد والله بجد جربيها وهتدعي لي. واسمعي مني بقى، لو عندك بقى بولة ايس كريم حلوه كده معتبره، قطعه قشطه كده محترمه، حطي بقى دي على دي على بلحتين بقى، اللي هو البلح الرطب الاسمر ده. يا خراشي، بصي كلي وادعي لي، اوعي تدعي عليا، اوعي تدعي عليا. تعالوا بقى كده نغرفها مع بعض. بصي بقى بعد ما غرفناها، طب اقول ايه يعني على الجمال ده؟ جميله يا جماعه بطريقه غير طبيعيه. انا عندي صوص شوكليت كنت احط عليها، بس قلت كفايه بقى يعني عشان الدايت، انتوا عارفين احنا عاملين دايت يا جماعه. بصي الزبده بتلمع ازاي. لا لا، لازم تجربوها بالطريقه دي، سهله. ما فيهاش اي تركات، ما فيهاش اي حركات. لا بصي، بطاطين ومعلقه سكر وقطعه زبده. عايزه تحطي قرفه حطي، عايزه اللي فوق ده جوز الهند، انا ايه قلت برضه احطه كده كصوص يعني. وعلى النار، وما فيهاش اي شغلانه، يعني 5 دقايق وطلعت معايا بالشكل اللي انت شايفاه ده. وطبعا ما ننساش فنجان الميه. ممكن تعملي بقى اي مقدار انت عايزاه، بس دي بتسهل بقى لو انت عندك كميه مثلا مش كبيره ومش هتشغلي لها الفرن. دي حاجه، او لو انت عايزه طريقه جديده مبتكره، عايزه حاجه سريعه كده بالشكل اللي انت شايفاه. جربيها بقى بالطريقه دي وايه، واكتبي لي في التعليقات ايه رايك فيها، دي احلى ولا اللي بالكريمه، ولا عايزه ايه تاني، وايه الوصفات اللي انت عايزاني اعملها لك تاني. وانتظروا مني وصفات كتيره جدا للبطاطا. لسه هنعمل بطاطا بالكريم كراميل، مهلبيه البطاطا. البطاطا حلو وحادق. بصي هو موسم البطاطا ابتدى بقى. يا رب كده الوصفه تكون عجبتك. اعمليها، ما تنسيش بقى الشير واللايك والكومنتس والحاجات الجميله التشجيعيه دي. وعايزه اقول لك ان انا بحبك جدا، واي تعليق ليكي بيفرق معايا. وما تنسيش تكتبي لي انتي بتشاهديني منين، ده بيفرق معايا جدا عشان اعرف حبايبي بيشاهدوني منين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ مساءكم فل، مساءكم رضا من الرحمن. اخباركم ايه؟ صباح الفل لو بتشوفوني الصبح، مساءكم عسل لو بتشوفوني بالليل. النهارده كده زي ما انتم شايفين انا جايه لكم بفيديو بسيط خالص. كلنا بقى بنجيب البطاطا بنشويها، بنحطها على النار كده تتسلق. انا عملتها لكم قبل كده بالكريمه. في وصفات كتيره للبطاطا، النهارده جايبه لكم كده وصفه بسيطه خالص. لقيت عندي كده بفتح التلاجة، لقيت عندي كده كام بطاطايه. طب اعملهم ايه؟ دول ما ينفعش افتح عليهم الفرن عشان اشويهم، ولا هسلقهم، يعني هينشفوا في الحله وانا بسلقهم. طب اعمل ايه؟ ونفسي اكل حاجه حلوه، حاجه مسكره. فكره بقى جميله، مش هتاخد منك 5 دقايق وانت بتعمليها في طاسه على النار كده بحته زبده. هتظبطي المسائل وهتاكلي احلى بطاطا مكرمله معاكي. وعلى فكره ممكن تحطي عليها سكر، وممكن تحطي عليها، عملتها مره بحبه ملح وكمون. يا خراشي، يعني حاجه فاخر من الاخر، حاجه روعه بجد بجد. جربوها. واللي مش مصدق كلامي، الناس اللي بتروح مصايف بقى وبتشوف بقى عربيات البطاطا واقفه بتشوي كده، انت لو ركزتي ولاحظتي هتلاقي الراجل اللي بيبيع البطاطا معاه كده شويه ملح بكمون، ويقول لك عايزاها مسكره ولا عايزاها حادقه. واللي جرب بالملح والكمون عليها، روعه روعه جميله جدا بجد. بس انا هعملها برضو بالسكر عشان ما تبقاش وصفه غريبه عليكم، بس انا حبيت اديك الفكره. عندك البطاطا كده غسلاها طبعا كده زي الفل زي ما انت شايفه كده، مش هقشرها، مجرد بس ان انا هقطعها بالشكل اللي انت شايفاه ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اعمليها كده سلايزات مش رفيعه عشان ما تتحرقش معانا، يعني بصي كده يعني سنتي مثلا، سنتي ونص، عشان انا عايزاها ما تدوبش معانا وما تنشفش، وتبقى اهي بالشكل اللي انت شايفاه ده كده. وصفة جميلة سهلة، لو عندك يعني كمية بسيطة من البطاطا وعايزة كده تعمليها في ثواني، هتسهل عليكي ومش هت ايه، يعني مش هتكسلي بقى تقومي تولعي الفرن وتحطي كلام من ده وتولعي الفرن عشان كام بطاطاية. لا، زي ما انا بقولك كده وزي ما هوريكي، بحته زبده هتاكلي احلى حاجه حلوه واحلى بطاطا معانا. اهو بصي، انا عايزه السمك بتاعها كده زي ما انت شايفاها. طبعا هي مغسوله وزي الفل، بس ده ايه اللي بيبقى في البطاطا عادي يعني. تمام. هنقطعها كلها بقى، هنقطعها بالشكل اللي انت شايفاه ده كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الشتاء جاي بقى يا جماعة، وما أجمل البطاطا في الشتاء بجد، بتبقى روعة وبتدي طاقة وحاجة جميلة جدا. وعايزة أقولك ممكن تديها برضو للأولاد في المدارس لو هتعمليها بالطريقة بتاعتي دي. كل واحد ياخد له مثلا قطعتين ولا حاجة زي سناكس. استنوا الحتة دي مش كويسة، هشيلها.
يعني هيحبوها جدا وهتدي طعم حلو وحاجة جميلة جدا بجد. اهو بصوا البطاطين طلعوا لي طبق حلو جدا وكمية حلوة محترمة. دلوقتي بقى هبدأ ان انا اجيب الطاسة بتاعتي. جبت بقى الطاسة بتاعتي على النار كده زي ما انت شايفة، وهبدأ بقى الزبدة اللي احنا مفرزينها مع بعض اهو بالشكل اللي انت شايفاه ده. هبدأ بقى احط كام قطعة كده عشان تبقى طعمها جميل كده بالزبدة، هتدي صدقيني طعم روعة حلو جدا. تسيح بس الزبدة معانا. وانا يا جماعه بحب استخدام الزبده كده ايه يعني، كتري كتري خليكي كده ايدك مبحبحه في الزبده عشان الزبده طعمها بيبقى رائع. الزبده هي ابتدت تسيح بقى معانا، هنزل بالبطاطا بالشكل اللي انت شايفاه ده. بصي نزلت اهو رصيتها بالشكل اللي انت شايفاه ده كله. هبدا كده بقى ايه، اقعد اقلب فيها كده مرتين ولا حاجه. بصي بقى ابتدت تاخد لون من الزبده ازاي، عايزه اقول لك هتبقى روعه، مش هتبطلي تعمليها بالطريقه دي. بصي بقى الجمال. نقعد نقلب فيها كلها كده بالشكل اللي انت شايفاه. ابتدت تاخد لون اهو. بصي انا قلبتها كده، هبدا انزل عليها بقى برشه سكر مش كتير يعني معلقتين كده، ورشه قرفه، مش حابه القرفه خلاص، وحبه جوز الهند لو عندك مكسرات تمام. بصي انا قلبتها كده بالشكل ده انت شايفاه. بصي بدات تكرمل ازاي، فظيعه فظيعه يا جماعه. هنزل عليها بتنجان من الميه بس، وغطيها بقى، خليكي معايا عشان تشوفي الجمال كله.